من الوصفات اللي انا بحبها قوي السي فود في الكيس الحراري، بجد بتبقى اكلة ممتعة جدا. انا النهاردة هعمل الجمبري مع الذرة الاصفر في الكيس الحراري وشوية كده من الرز الابيض. هي الوصفة سهلة قوي واحنا بنروح ناكلها في المطاعم غالية قوي. طب ليه احنا هنعملها في البيت بطريقة سهلة مع بهارات الكيجن اللي احنا ممكن نستخدمها على الفراخ او اللحمة او اي وصفة ممكن نعملها غير السي فود. الصوص بتاعها طعمه ممتاز. اهم حاجة ما تنسيش تعملي السبسكرايب واللايك عشان يوصلك كل وصفة جديدة انا هعملها. اول حاجة جبت كده حلة وحطيت فيها لتر من المية، ورقتين من الورق اللورا، وكمان مكعب زبدة صغير قوي وبصلاية متقطعة، وهننزل بالذرة الاصفر اللي هو المستورد وهنسيبه يستوي كده مع نفسه. هنجيب بقى الجمبري وننضفه، هنقص كده حتة من الظهر ونطلع الحبل الرملي بالراحة، هيطلع معاكي كله مش هيتقطع. وكمان لو عايزين نحافظ على شكله من ورا هنيجي من عند راس الجمبري ونقص حتة بالمقص ونطلع بقى نشد كده الحبل الرملي وهيطلع معاكي بكل سهولة. الوصفتين لتنظيفه سهلة جدا وكمان مش هتاخد معاكي اي وقت. نعمل بقى بهارات الكيجن في البيت بطريقة سهلة وكمان مقربة يعني جدا من البهارات الجاهزة اللي بنجيبها من السوبر ماركت. نحط المقدار كله نفس المقدار، مثلا معلقة لكل حاجة. توم باودر، زعتر او الاورجانو، الزعتر البري، وكمان بصل باودر، معلقة بردك من الشطة والبابريكا، والفلفل الاسود معلقة، والكمون. هكتب لكم البهارات كلها في صندوق الوصف عشان تقدروا ان انتوا تعملوها بكل سهولة. طبعا المقدار من كل حاجة معلقة: ملح، فلفل اسود، كمون، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، شطة، زعتر، وهنقلبهم كويس كده مع بعض. هيديني نفس النتيجة بتاعة الكيجن بالظبط الجاهزة. هنجيب كده مكعبين من الزبدة وهنحط عليهم توم ما انا مقشراه، وكمان نفس الكمية من البصل، بصلاية صغيرة وراس توم صغيرة. طبعا ما تستغربوش من كمية الزبدة اللي انا حطاها كتير، بس الوصفة اساسها زبدة. وكمان حطيت نص معلقة كده من صوص الطماطم او صلصة الطماطم المركزة. وهننزل بقى بمعلقتين 3 كبار كده من الكيجن. هو اساس الوصفة هو والزبدة. ما نستغربش من الكمية الكبيرة للزبدة، بس هي ديت اساس الوصفة بتتعمل بنفس الطريقة دي. هنقلب بقى كده كل المكونات، ما نسيبش الثوم يتحرق معانا، احنا عايزين الثوم كده يصفر مع البصل. وهنقلب كده كويس مع بعض وادينا احلى صوص بقى، والريحة ما اقولكوش فظيعة. حبات الذرة بقى استوت معانا، هننزل بقى بالجمبري. مش هقولكوا يعني احنا مكملناش حتى نص دقيقة على فكرة، ما خدش سوا. احنا مجرد ما حطيناه لون الجمبري اتغير. طبعا انا حطيته بعد ما الذرة استوى عشان الذرة والجمبري يشربوا كده من الطعم مع بعض ويديني شوربة يعني حلو قوي. هنجيب بقى الكيس الحراري بتاعنا وننزل بشوية من الصوص اللي احنا عملناه بتاع بهارات الكيجن مع الزبدة، وهنحط بقى شوية من الذرة على الجمبري. الجمبري ما استواش خالص، احنا مجرد ما اديناله كده غلوة بس. وبعد كده هننزل بقى بكله. طبعا احنا ممكن نكون حاطين كابوريا، اي حاجة يعني، اي حاجة من السي فود نقدر ان احنا نحطها مع الوصفة دي. وبرضك هننزل بشوية من البهارات اللي احنا عملناها، الصوص بتاع الكيجن والزبدة. وهنبدأ بقى اللي احنا نربط كده كويس. وبعد كده انا بقى هقلبهم كده في الكيس قبل ما ادخلهم عشان اوزع الصوص اللي احنا عملناه مع الجمبري وال... والذرة. وهدخلهم الفرن. على فكرة هما مش هياخدوا متهيألي 5 دقايق. الجمبري ما بياخدش كتير، لو قعدناه كتير في الفرن هيشد معانا وهيبقى طعمه مش حلو. هنجيب بقى الرز، حطيت مكعب زبدة ونزلت بالرز اللي انا غسلاه وشوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، وهقلب كده لغاية ما اديله تحميرة خفيفة. وبعد كده هشربه بالشوربة بتاعتنا.
الشوربة دي طعمها حلو جدا. احنا ممكن نقدمها يعني كمان في طبق جنب الوصفة. بس انا حبيت اعملها بالرز، هتدي للرز كده طعم حلو جدا. الجمبري اخد من 5 ل6 7 دقايق بالكتير، مش هيقعد اكتر من كده. وحطيته من على الرف الوسطاني كده في الفرن ودخلته واستوى جدا وكان طعمه حلو. وكمان طلع صوص طعمه رهيب. ما اقولكوش يعني بجد وصفة سهلة، وكمان طعمها حلو قوي ومميزة جدا. لو وصلت معايا لهنا ما تبخليش عليا باللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل وصفة جديدة انا هعملها.